يا جدعان اللي بيحصل في الدوري الانجليزي ده والله ما طبيعي. لاول مره من فتره كبيره البطل يحقق اللقب قبل ما الدوري ينتهي بحوالي 4 جولات، على اعتبار ان ليفربول كده هيفوز على توتنهام في الجوله اللي جايه ويتوج باللقب رسميا. انت عارف يا صاحبي ان ممكن 6 فرق من الدوري الانجليزي يشاركوا مع بعض في دوري ابطال اوروبا؟ ليفربول بطل الدوري الانجليزي، وارسنال وصيف الدوري الانجليزي، ومن اول نوتنجهام لحد بورنموث كل فريق من الفرق ديت عنده فرصه ان هو يشارك في دوري ابطال اوروبا. هتقول لي ازاي؟ تعالى معايا وانا هقول. كلنا عارفين ان ارسنال هو الفريق الانجليزي الوحيد اللي بيلعب دلوقتي في دوري ابطال اوروبا بعد خروج ليفربول ومانشستر سيتي وكمان استون فيلا. والناحيه الثانيه عندنا توتنهام ومانشستر يونايتد، الاثنين واصلين دور قبل النهائي في الدوري الاوروبي. بس المفاجاه يا صديقي مش هنا، المفاجاه ان لو في فريق من الفرق الثلاثه الانجليز اللي بيشاركوا في البطولات الاوروبيه فاز باي لقب اوروبي، ساعتها هيرتفع عدد الفرق الانجليزيه المشاركه في دوري ابطال اوروبا. هستنى منك تقول لي ان ممكن فعلا اي فريق من الفرق الانجليزيه يحقق اي بطوله اوروبيه، وهل ممكن ال6 فرق يشاركوا في دوري ابطال اوروبا؟ ولو فعلا كده ايه توقعك لل6 فرق اللي هيشاركوا في دوري ابطال اوروبا؟ انا حسن مصطفى ودي كوره في الخمسينه. ما تنساش تابعني وتعمل لايك للفيديو. سلام.